أيها السادة، إن لهذين الكلبين قصة عجيبة، قصة بدأت منذ سنين بعيدة. في مدينة عامرة على ضفاف النهر، كان أبي تاجراً كبيراً في سوق التوابل. بارك الله فيك يا بني. عرف بين الناس بالصدق والأمانة. التاجر الصادق لا يخسر أبداً، إلزم الأمانة. أحبني كثيراً وعلمني أن التجارة شرف قبل أن تكون ربحاً. أيها السادة، لدينا أجود أنواع التوابل في هذا السوق. هل جاء أخواك ليساعداك في العمل؟ وكان لي أخوان توأم لا يشغلهما إلا اللهو وإضاعة المال. لقد مرت السنين وتغير كل شيء إلا حال إخوتي. ومضت الأيام حتى جاء اليوم الذي خشيته. مرض أبي مرضه الأخير وأوصاني وصية ثقيلة. شفاك الله يا أبي، ستعود إلى السوق قريباً. يا بني، مهما